Audio ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل قلب الحدث وقاعة التعليم المدني بالجزيرة، وفعالية جديدة من فعاليات مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي للفنان عادل عمار. ويسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالصحفي المتألق، ولقاء هذا المتميز النهارده معاه الاستاذ رشاد سرحان. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. منور الدنيا كلها. ده نورك يا استاذ ياسر، وانا سعيد ان انا شفت حضرتك النهارده. تسلم يا رب. تسلم الله يخليك. تسلم. احكي لنا بقى الانطباع النهارده على المهرجان كان عامل ازاي؟ والله النهارده بص الاستاذ عادل عمار يعني مش حاجه مش جديده عليه. مش جديده عليه طبعا، ان هو يعني في تألق، هو دايما في تألق. وانا طبعا كلنا النهارده مبسوطين ان احنا شفنا الاستاذ عادل وفعاليات المهرجان النهارده، والمهرجان النهارده ان شاء الله جميل، وطبعا بصحبه جميله بالساده الزملاء اصحابنا طبعا وزمايلنا كلهم زي حضرتك طبعا استاذ ياسر، ومنور فنانين وصحفيين واعلاميين وكل. استاذ ياسر ده مجمع الحبايب، تسلم يا رب. تسلم. مجمع الحبايب، وده حاجه مش جديده عليه طبعا. وانا بنشكره طبعا على الدعوات بتاعتنا اللي هو دعا الناس مشاركه ليك النهارده؟ انا حضرت ايفنت قبل كده له اللي بالنسبه للاستاذ عادل قبل كده، دي بالنسبه لي اللقاء الثاني ان شاء الله. اللقاء الثاني ان شاء الله يعني. دايما يا رب في لقاءات دايما مع بعض. تسلم يا استاذ عادل. تحب تقول له كلمه ايه او رساله؟ اولا يا استاذ عادل ربنا يوفقك يا رب كده، ومن نجاح لنجاح، ورب كده السيزون يكون السيزون ال 120 ان شاء الله، وربنا يوفقك يا استاذ عادل. كلمه للمنسق العام اللايف كوتش سماح السيد، وكلمه طبعا لمدير التصوير المحترف البروفيشنال حسن الصاوي. اولا الاستاذه سماح اخت فاضله لنا وزميلنا طبعا لنا كويسه، وربنا يا رب يوفقها. وطبعا الاستاذ حسن غني عن التعريف، ده هو بص ده احنا بندل على حسه طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكاميرا، وهو ده طبعا الساحر بتاع الكاميرا، ده الساحر الكاميرا اللي هو بيطلع الناس كويسه وكل حاجه بايده طبعا. مش هطول عليك واسيبك تستمتع بالاجواء، والف الف مبروك على تكريمك النهارده في المهرجان. شكرا. وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، ودايما مع بعض لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامه.